بسم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد. كنقدم التعازي ديالي الحارة للناس اللي ماتوا في تركيا وماتوا في سوريا، الله يرحمهم ويغفر لهم واجعل قبرهم رياض من رياض الجنة. اللهم يا ربي تقبلهم عندك من الشهداء. إن العين تدمع والقلب حزين ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. بسم الله. ان شاء الله باذن الله اليوم غادي نشارك معكم الطريقه ديال السفوف ديالي ان شاء الله باذن الله. عندي هنا 250 غرام ديال الحبوب التشيه اللي حمصتها وطحنتها، وعندي هنا دقيق الشعير اللي عطاتو ليا واحد السيده جالها من المغرب، الله يجازيها بخير، الله يصلح ليها في وليداتها. ما كنتش ناويه كاع ندير السفوف، سبحان الله هي اللي شجعتني باش ندير السفوف، لان راكم عارفين المشكل اللي كاين في الطحين. انا ما بقيتش كنشريه، ومسكينه فكرت فيا الله يجازيها بخير والله يصلح ليها في وليداتها. قالت لي محجوبه ما تبقاش بلا سفوف، انا غادي نعطيك باش ديري السفوف. وديك لوستها اللي صوبت هاد الشعير وقداته وحمراته وطحناته، الله يجعل ان شاء الله يديداتها في الجنه، الله يحرم يديك ان شاء الله على النار، وان شاء الله باذن الله الجزاء ديالك والاجر ديالك الى الجنه ان شاء الله باذن الله. عندنا نص كيلو عفوا ديال كيلو ونص ديال الطحين ديال الشعير مطحون ومليين مزيان. طحنتو ديك السيده صابته بواحد الطريقه، راه ديال الطريقه ديال العيالات المولوعات في الشغل. وعندي نص كيلو ديال الخرطال، الطحين ديال الخرطال داك صوبته على يدي كان عندي هنا كيلو ديال اللوز، نقصت منه واحد ما كاملاش زلافه اللي غادي حمرته باش غادي حمرته في شويه ديال الزيت باش غادي نديرو في السوف في الاخر اللي غادي نخلط. وعندي هنا زلافه ديال كاوكاو مطحونه، لان كاوكاو حتى هو راه كيعطي مذاق زوين للسفوف وكيجي زوين. عندي هنايا الججلان، كيلو ديال الججلان، وعندي معلقه ديال القرفه ومعلقه صغيره ديال الكوزه، وعندي شويه ديال المليحه، وعندي الججلان تقريبا زلافه اللي حمصته ومنقي خليته باش في الاخر غادي نديرو هو واللوز في الاخر فاش نخلط، لان انا كيعجبني شويه ديال الججلان باين وشويه ديال اللوز يكون باين. وهنا عندي نص كاس ديال حبه حلاوه والنافع، وعندي كاس تقريبا ديال الزعتر. انا السفوف ديالي كندير فيه الزعتر، الطريقه تعلمتها من امي، كتجي صراحه كيجي الزعتر رائع، كيجي السفوف رائع عفوا، لان كتعرفوا الفوائد ديال الزعتر كيجي زوين. وعندي العسل، انا ما غاديش ندير السكر لان ما يمكنش، خسرت فلوسي في هذا الخير كامل وفي الاخر غنضيعو بالسكر. غندير بالعسل الحره وغنخلطو بزويته بلديه، باش غادي نخلط هذا الخير ان شاء الله باذن الله الا كتاب. الله يجعل يكون من المكتاب ويكون من الرزق ديالنا يا ربي. ما بغيتش نوري لكم في الاول طحان حمر، كلشي كيعرف يحمر، كلشي كيعرف يطحن. عفوا بغيت نقول لكم واحد النقطه، اللوز انا درتو بقشورو، انا غير صهدته في الفران وطحنته بقشورو، لان داك القشور راه غنيه بالالياف، الانسان غير يمسحو شويه وكيتحمر مزيان وكيتطحن وصافي. هادشي اللي كاين، ما كان علاش الانسان يضيع داك القشور. القشور فيها فوائد كثيره. بسم الله. نبداو على بركه الله ان شاء الله باذن الله. بسم الله. باش غنخلطوا هاد الخير تبارك ربي. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. كما تهزوا لي هاد القصعه صغيره ماشي مشكل، نخلطوا النقص ما شاء الله تبارك الرحمن. وعاد بلات واحد النقطه ما قلتهاش لكم، المغرب كاين عندكم النخاله، الانسان كيصاوب الزرع على يدو، الانسان يشد واحد جوج زلايف ديال النخاله ويخلطهم، عفوا ويحمصهم تتحمروا مزيان ويطحنهم ويخلطهم مع الطحين ديال السفوف. والاحسن ما ديروش الفرصه ماشي صحي.
اول حاجه نخلطو مزيان عاد باش بسم الله. نصلي على النبي. بسم الله. ندير الجوجلان، راني ذكرت لكم كلشي، لا داعي انني نعاود نذكرها. بسم الله. في المغرب كنا كنخلطوا في واحد البانيو كبير، كان خاص عندنا ديال الكسكسو هكا المناسبات، كنخلطوا فيه الكسكسو، نخلطوا فيه الكسكسو، نخلطوا فيه السفوف. ايوا دابا حنا هنا في اسبانيا الحاجه اللي كبيره قد هادي. دابا انا خلطته، دابا غادي نحاول نقص لان ما يمكنش غندير هادشي كامل. بسم الله. بسم الله اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك. اسمحوا لي صحابتي الفيديو كيسجل. دابا راني زدت العسل، درت العسل مع صحابتي الفيديو كيسجل، ودرت كنخرج ما كيسجلش. الحمد لله انتبهت ليه قبل ما نسالي. انا درت العسل على حسب الذوق ديالي. نتوما اللي بغيتو ديروا العسل والسكر، بغيتو ديروا العسل بوحدو، بغيتو انا غندير العسل بوحدو لان السكر راه السموم البيضاء. بسم الله. صراحه الانسان دابا من هنا الفوق ما الجوجه ما عفوا السفوف ما يخطاش من دارو، لان اللي بغى يتهلا في صحته مع هادشي دابا اللي دخلوا فيه المواد الغذائيه، راه هادشي د الحبوب اللي خص الانسان يبقى ياكل. اما شي حاجه اخرى راه لا ثقه في عتيقه. السفوفه البنات كيفاش جا صراحه رائع، وجربوا خذوا هاد المقادير صحيه وتعجب لكم. قلت لكم السفوف قد ما كيرتاح قد ما كيطلق داك الزيوت ديالو.